في ملخصنا النهاردة هنعرف ايه هيكون رد فعل إقبال لما يعرف إن قابيل أخوه هو اللي ضحك على دانيا والطفل اللي في بطنها ابنه. وتفتكروا ايه هيكون رد فعل باقي العيلة لما يعرفوا إن كل اللي حصل لدانيا بسبب قابيل؟ ولو قابيل حاله اتصلح، دانيا هترجع له وهتوافق إن هي تتجوزه ويربوا ابنهم سوا، ولا هتقرر إن هي تتخلى عن كل حاجة وتتجوز إقبال الشخص اللي هي حبته وأخدها للطريق الصح؟ أكيد الأحداث كلها هنعرفها في ملخص الجزء الأخير، فتابعونا عشان تعرفوا كل حاجة. أهلا بمتابعيني الحلوين مع فيديو جديد وملخص أجدد. وقبل ما نبدأ أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو حابين نبقى صحاب ونتعرف على بعض أكتر ممكن تتابعوني على انستجرام. ويلا بينا نشوف. وقفنا في ملخصنا اللي فات بعد ما صفوان بعت المساعدين بتوعه علشان يخطفوا الأستاذ شاكر ويعرفوا منه كل حاجة عن زوجته السيدة كاي ومكان دانيا، علشان أول ما يلاقيها يخلص على اللي في بطنها علشان ما يورث أي حاجة من الأملاك بتاعة زوجته. وبعد مرور الوقت كل اللي في المنتجع بيتفاجئوا بإن الأستاذ شاكر مرمي في الجنينة ووشه باين عليه الضرب وبيبقى مغمى عليه، فكلهم بيروحوا له على طول وبيحاولوا يفوقوه. صفوان بيبقى نايم وبيجيله اتصال وبيبقى من زوجته وبتتخانق معاه لأنها بتبقى متأكدة وعارفة إن هو اللي عمل كده في الأستاذ شاكر، وبتقول له إن هو كان هيموت في إيديه، فبيعترف بكل سهولة وبيقول لها إن هو فعلا اللي عمل فيه كده، وبيعرفها إن هو هيخلص عليها لو هي ما رجعتش البيت. فبتتعصب عليه بسبب اللي عمله وبتوعده إن هي هترفع عليه قضية وتسجنه، فبيرد عليها بكل بجاحة وبيقول لها إنه عاوز يعرف مكان بنته دانيا، وبيقول لها إنه عارف إن هي بتخطط عشان تروح تزورها، فبتعرفه إن هو لو مهما عمل فيها هي مش هتعرفه مكان بنته غير لما تولد الطفل اللي في بطنها، وبتعرفه إن هي هتروح الشرطة وتبلغهم إن هو أجر ناس علشان يتعدوا على الأستاذ شاكر. صفوان بيقول لها إنه ملوش ذنب لأن الأشخاص التانيين هم اللي اتعدوا عليه، وهو كان قاعد في بيتهم معزز مكرم وما عملش أي حاجة، وبيهدد إن هي لو ما رجعتش البيت هيخلص عليها. وفي اللحظة دي العامل بيجيلها وبيعرفها إن الشاليه بيتحرق، فبتبقى مرعوبة هي وخديجة وبتبقى متأكدة إن هو السبب، فبتتخانق معاه في التليفون، فبيقول لها إنه هيعمل حاجات تانية أكتر وبيأكد لها إن هو هيحرق المنتجع بالكامل لو هي ما سمعتش كلامه ورجعت البيت، وقبل حتى ما ترد عليه بيقفل التليفون في وشها. صفية بتقول لجوزها إن هي خايفة إن السيدة كاي تاخد دانيا وترجعها البيت، وبتعرفه إن هي ما بقتش قادرة تستغنى عنها واتعودت عليها، فبيقول لها إن القرار ده في الأول وفي الآخر يرجع للسيدة كاي لأنها أكيد هتبقى عارفة كويس قوي اللي في مصلحة بنتها، وبيأكد لها إن هي أكيد هتاخد احتياطاتها علشان تحمي بنتها من جوزها صفوان، وبيحاول يطمن زوجته لأنها بتبقى خايفة، وبيعرفها إن هي مش بنتها علشان تخاف عليها للدرجة دي أو تتعلق بيها. في اللحظة دي السيدة كاي بتتصل عليها وبتعرفها إن هي مش هتعرف تيجي علشان جوزها صفوان ضرب الأستاذ شاكر، فبتبقى مصدومة ومش مستوعبة إزاي جوزها قاسي للدرجة دي. وفي نفس الوقت ده حسين وزوجته بيحاولوا يقنعوا إقبال إن هو يصلح من أخوه ويرجعه للطريق الصح، وبعدها بيبقى في العربية مع إقبال وبيقول له إن أخوه كان شاطر في الدراسة وكان ملتزم بكل حاجة بيقولها له، بس فجأة أول ما دخل الكلية وطلب منه عربية حاله اتدهور تماما واتغير 180 درجة، ودرجاته بدأت تنخفض بعد ما كان بيجيب درجات عالية، وبقى كمان بيروح للنوادي الليلية مع البنات، وبيبقى حاطط الحق على نفسه إنه كان بيدلعه لما كان صغير لأنه كان بيحاول يربيه كابنه الحقيقي، وبيبقى ضميره بيأنبه حاسس بالذنب. بيوصلوا الشركة وبيبقوا مستغربين إن قابيل خرج قبلهم ولسه ما وصلش، بس بيستغربوا أكتر لما الموظفة بتيجي وبتقول إن قابيل عامل اجتماع مع الموظفين، وكالعادة بيبقى واقف في الاجتماع مش فاهم أي حاجة، والمشكلة إنه بيقول لهم إنه خلاص بقى المدير التنفيذي بتاع الشركة دي وبينهي الاجتماع على كده، وبيبقى بالنسبة له إنه هو عمل حاجة عظيمة عشان بس عمل اجتماع وقال فيه الكلمتين دول، وبيبقى عايز أبوه يكتب له كل حاجة باسمه وما يديش أي حاجة لإقبال لأنه قال لهم قبل كده إن الشاطر فيهم هو اللي هيكتب له كل أملاكه. شاكر بيبقى في المستشفى وبيجيله أبو إقبال وبيعرفه إن هو مش فاكر أي حاجة ومش عارف الأشخاص اللي ضربوه دول مين، وبيفضل يفكر في الموضوع ده، بس برضه ما بيبقاش ليه أعداء وما بيجيش في باله خالص إن صفوان جوز السيدة كاي هو اللي عمل فيه كده. وبنرجع تاني للشركة وإقبال بيروح لقابيل بيبقى عايز يقعد معاه علشان يحطوا خطة كويسة ويستفيدوا من إمكانيات الشركة بتاعتهم ويخلوها تحقق أرباح كتير، بس طبعا قابيل بيبقى رافض لأنه عاوز يحقق كل حاجة لوحده ويبين لأبوه إن هو شاطر فيكتب له كل أملاكه، على عكس إقبال اللي بيبقى عايزهم هما الاتنين يتعاونوا سوا. عميرة بتروح المستشفى عشان تزور شاكر اللي المفروض إن هي وافقت إن هي تتجوزه، وأول ما بيشوفها بيتبسط وبيفرح إن هي جت عشان تزوره، وهي بتبقى مصدومة من الأشخاص اللي عملوا فيه كده ومتأكدة إن هو ملوش أعداء نهائي، فبيعرفها إن هو راضي بكل حاجة حصلت له، وبيقول لها إن ده أحسن من الابتلاء بمرض خطير، وبيعرفها إن ده كله أكيد هيخفف عن ذنوبه وسيئاته، وبيبص لها بنظرات كلها حب، وبيقول لها
إنه كان نفسه يقابلها، بيعتذرلها لو خلاها تقلق وتخاف عليه. صوفيا بتحاول تقنع دانيا إن هي تصلي في البيت وما تروحش للمصلى لأنها خايفة عليها، بس بتبقى مصرة إن هي تمشي لحد ما بتيجي السيدة مريم، وبتقول له صوفيا تسيبها لوحدها لأنها عايزة تتكلم معاها. وبيقعدوا هما الاتنين مع بعض، وبتعرفها بكل حاجة حصلت للأستاذ شاكر، وبتعرفها إن عميرة طلبت منها إن هي تديها التليفون ده عشان تتفرج براحتها على البث المباشر اللي بيعملوا إقبال كل يوم بعد العصر. بيجي الليل والسيدة كايو وخديجة بيضطروا إن هما يرجعوا البيت لأنهم بيبقوا خايفين من صفوان، بس اللي كانوا خايفين منه حصل، وأول ما بيدخلوا البيت صفوان بيضربها، بس خديجة بتدافع عنها، وكاي لأنها خايفة عليها بتخليها تمشي، وبتتخانق مع جوزها وبتهدده إنه لو لمسها تاني هتبلغ عنه، وبتعرفها إن بيتهم كله فيه كاميرات مراقبة وممكن تاخدها بكل سهولة وتديها للشرطة. وبتعرفه كمان إن هو ممكن يحذف كل حاجة لأنها خلاص خلت كل الأدلة على تليفونها، وبتسيبه وبتمشي. تانية بتشكر عميرة على التليفون اللي هي اديته لها، وبتقول لها إن هي مش عارفة تكمل حياتها إزاي لما تخلف الطفل، فبتحاول تواسيها وبتهديها وبتقول لها إن هي لازم ترضى بكل حاجة، فبتعرفها إن هي مش ناوية ترجع تاني لأبو الطفل حتى لو جو ترجاها. وتاني يوم الصبح جولي بتبقى قاعدة مع حبيبها وبتحتفل معاه، وبتأكد له إن هي خلاص وصلت لهدفها، والشقة ام 10 مليون هتبقى بتاعتهم هما الاتنين، وهياخدوها ويبيعوها ويعيشوا مع بعض في بيتهم الجديد في أمريكا، وبيبقوا مبسوطين وهما سوا. المساعدين بتوع صفوان بيشوفوا السيدة كايو وهي داخلة المحكمة، فبيتصلوا عليه وبيعرفوه بكل حاجة، فبيبقى متعصب لأنه كان مفكرها بتقول كلام وخلاص. وفي اللحظة دي بتجيله جولي وتقول إن المصنع بقاله 15 سنة، وبتقترح عليه إن هو يبيعه بمبلغ قليل علشان على الأقل يكسب أي حاجة من ورا مراته. أبو إقبال بيتصل على حسين وبيسأله على ابنه، فبيقول له إن هو حاطط ولاده الاتنين في نفس المكانة في الشركة، وبيعرفوا إن إقبال ذكي وبيتعلم بسرعة، بس بيفتقر للإدارة على عكس قبيل شاطر جدا في الإدارة بس كسول ومش بيعمل أي حاجة. فبيأكد عليه إنه يخلي ابنه يحافظ على صلاته ويعمل شغله كويس. وبعدها زوجته صفية بتجيله بيطمنها على أولادها الاتنين، فبتقترح عليه إن هما يعملوا حفلة خطوبة صغيرة لشاكر وعميرة، وبعدها يعقدوا القران. فبيقول لها اللي انتي شايفاه اعمليه. عميرة ما بتبقاش بتحب شاكر وخايفة تاخد أي قرار غلط ترجع تندم عليه، وبتفتكر لما كانت معاه في المستشفى وقال لها إن هي لو مش عايزة تتجوزه هو مش هيقدر يجبرها على حاجة، وبتبقى بتعيط لحد ما إقبال بيتصل عليها، فبترد عليه، وبقى إنه بيعتبرها أخته بيعرفها إن الأستاذ عفان قالوا إن هي كانت بتزور الأستاذ شاكر، وبيضحك وبيقول لها إنه أكيد أول ما شافها كان هيموت من الفرحة، بس بتزعل في اللحظة دي لأنها بتحبه هو وكانت عايزة تتجوزه. السيدة الصفية والبنات بيبقوا بيزرعوا الشجر في البستان لحد ما بتجيلهم دانيا وبتقول لها إن هي عايزة تساعدهم، وبتمسك تحديدا الشجرة دي، وصفية بتفتكر لما عائشة زمان كانت جايبها لها هدية، فبتبقى مستغربة وحاسة إن في ما بينهم هما الاتنين حاجة مشتركة، وبتاخد بعضها وبتروح تقول لزوجها على كل حاجة حصلت، وبتقول له هي متأكدة إن هي هتبقى بديلة لعائشة، بس جوزها بيقول لها إن ده مستحيل لأن عائشة مختلفة عنها ومستحيل يبقى في تشابه بينهم. روزي بتتفاجئ لما بتلاقي قابيل نايم في بيتها، فبتتخانق معاه وبتبقى متعصبة هو ازاي دخل البيت، وبتفضل تناديله بالخاين لأن دانيا حامل منه وهو رماها بسهولة وتخلى عن الطفل، فبيهديها وبيحاول يضحك عليها وبيقولها إن هي ما ينفعش تصدق كلام شكيلة لأنها بتضحك عليها، بس روزي ما بتبقاش هبلة وبتبقى عارفة الألاعيب بتاعته كلها. عميرة بتبقى قاعدة مع دانيا وبتقول لها إن هي كلمت إقبال وبتعرفها إن هو كويس وشغال مع عمو حسين في الشركة كمساعد لأخوه قابيل على ما يتعلم الشغل كويس، وبتعرفها إن هما بيعملوا المستحيل علشان يقنعوا قابيل إن هو يعيش في وادي صفية علشان حاله يتصلح ويقرب من ربنا أكتر. وطبعا دانيا أول ما بتسمع الكلام ده ملامح وشها بتبدأ تتغير لأنها ما بتبقاش عايزة تشوفه وما صدقت إن هي خلصت منه. إقبال بيبقى قاعد وبيقرأ قرآن لحد ما أخوه بيجيله بيزعقله، بس أبوه حسين أول ما بيشوفه بيزعله بيقوله إن هو وعده قبل كده إنه هيتغير تماما، وبيبقى مش طايقه لأنه رجع سكران وكان في النوادي الليلية. وتاني يوم إقبال بيروح يزور حبيبته عائشة وبيقرأ لها قرآن كالعادة، وبيقول لها إن هو بيحاول يواكب الحياة علشان يعيش في سعادة من بعدها، وبيفتكر لما كان قاعد جنبها في المستشفى لما كانت في العناية المركزة وبتخليه يوعدها قبل ما تموت إنه ما يحزنش عليها، فبيفضل يعيط وبتخليه يوعدها كمان إنه ما ينساهاش نهائي حتى في دعائه، وبيوعدها وهو واقف قدام القبر إنه مش هينساها حتى لو اتجوز تانية. وبسبب ده بيتأخر على الشركة والاجتماع بيتعمل من غيره، بس بيروح الشركة جري وأخوه بيرفض إن هو يفتح له، بيسيبه واقف بره لوحده. بعد ما الاجتماع بيخلص الموظفين بيفتحوا له الباب، بس أول ما بيشوفوه بيعتذروا وبيقولوا له إنه عارف كويس سلوك قبيل أخوه وإنه دايما بيتصرف من عقله وما بيفكرش، وبيقفوا كلهم وبيعتذروا بس بيقول لهم إن هو مش زعلان
بيظهر إن هما كلهم بدأوا يحبوه في الفترة القصيرة اللي قضاها معاهم في الشركة. وبعد ما إقبال بيمشي بيجيلهم قبيل وكلهم بيبقوا متعصبين منه، ما بيبقوش طايقينه بسبب تصرفاته القاسية معاهم والتكبر اللي هو فيه. بيجي الليل وعميرة بتاخد دنيا وبتخليها تكلم إقبال فيديو، وبيبقى مبسوط أول ما بيشوفها وبيوريها الكتاب اللي هو اشتراه لها، وبيقول لها إن هو هيفيدها كتير لما تقراه، وبيعرفها إن هو طلبه لها أونلاين بس باسم عميرة. وفي اللحظة دي بتيجي السيدة صفية فبترمي التليفون منها على طول لحد ما بتاخد عميرة، وبيخرجوا وبتاخد التليفون تاني من على الأرض، وبتقول لإقبال إن هي مش فاضية في الوقت الحالي وبتودعه. وبعدها بتسمعها وهي بتزعق لعميرة وبتسألها كم مرة إقبال ودنيا اتكلموا مع بعض فيديو، فبتقول لها إن هما ما اتكلموش مع بعض غير مرة واحدة بس. عميرة بتحاول تقنعها إن هي ما عملتش حاجة غلط وكانت بس عايزة تطمنهم على بعض، وبتطلب منها إن هي تسامحها وما تقولش أبو إقبال علشان ما يعاقبهاش. والسيدة مريم بتقف مع عميرة وبتحاول تقنعها إن هي برضه ما تقولش لجوزها على أي حاجة، بس صفية ما بتردش عليهم وبتاخد بعضها وبتمشي. فعميرة بتطمن مريم إن هي متأكدة إن السيدة صفية بتحب دانيا ومستحيل تأذيها، بس قلقانة من الموضوع، وتروح لدانيا وبتطمنها وبتعرفها إن إقبال بيحبها وإن هي أول بنت يحبها بعد موت خطيبته من 3 سنين. وطبعا كلامها ده بيفرحها. تاني يوم السيد حسين بيتفاجئ لما بيلاقي ابنه جاي سكران، فبيضربه وبيفضل يهينه لأنه مش عايز يتصلح ويبقى زي أخو إقبال. وتاني يوم الصبح بيتجمعوا كلهم على الفطار، لما بينزل يفطر معاهم محدش بيرضى يكلمه ولا يعبره. والسيد حسين وإقبال بيجهزوا نفسهم وبيروحوا الشركة، بس السيد حسين بيشوف روزي فبيخلي إقبال يدخل لوحده وبيقوله إن هو عنده شغل مهم، وبيروح وراها على طول. وهم الاتنين في الكافيه بيبقى عايزها تقوله على كل حاجة عارفاها عن ابنه قبيل، وبيسألها إذا كانت فعلا بتحبه، فبتقوله إن هي مش عارفة إذا كانت بتحبه ولا لأ، وإن الحاجة الوحيدة اللي بتخليها ترضى في كل مكان إن هي عايزاه يرجع لها الفلوس اللي أخدها منها. فبيطلب منها إن هي تساعده إن هم يغيروه سوا لشخص أفضل، فبتعرفه إن هي موافقة وهتعمل كل اللي هيقولها عليه. في الشركة الموظفين كلهم بيبقوا مبسوطين إن المشروع بتاع إقبال نجح وتوافق عليه بكل سهولة. وطبعا بيجي قبيل ولما بيعرف بتبان عليه ملامح الغيرة وبيتعصب لأنه مش عايز يبقى أحسن منه، بياخد بعضه وبيمشي. بس إقبال بيروح وراه وبيقوله إنه عاوزه يعمل له ميزانية للمشروع بتاعه، بس بيطنشه. بيروح البيت لروزي فبتتخانق معاه وبتحاول تقنعه إنه يتغير، وبتسأله إذا طفل دانيا ابنه ولا لأ، فبيتبان عليه ملامح الخوف. فبتقوله إن هي اتأكدت إنه فعلا ابنه، بتعرفه إن السر كبير ومستحيل تقول لأبوه على أي حاجة. وطبعا بيبقى خايف لأن لو أبوه عرف هيدي كل أملاكه لإقبال وهيحرمه من الميراث. إقبال بيتصل على عميرة عشان بيبقى عايز يكلم دانيا، فبتقوله إن هي من ساعة ما السيدة صفية مسكتها وهي بتكلمه وهي قررت إن هي مش هتتواصل معاه تاني عشان ما تعملوش مشاكل. وبيجي الليل وبيروح يصحي قبيل علشان صلاة الفجر، بس أول ما بيشوفه بيزعله وبيضربه. والسيد حسين بيجي وبياخد له حق وبيقوله إنه ما ينفعش يعامل أخوه بالشكل ده. إقبال بيزعل وبيقرر إنه ياخد حاجاته ويرجع لوادي صفية، وبيودع عمه وزوجته وبيمشي. وطبعا قبيل بيبقى طاير من الفرحة. لما بيروح الشركة بيكتشف إن أبوه طرده، فبيروح لروزي وبيحكي لها على كل حاجة، فبتعرفه إن هو لو ما سمعش كلام أبوه هتروح وتقوله إن دانيا حامل منه. ولما بيرجع البيت بيلاقي حاجاته مرمية بره. رقيبة بتروح لدانيا وبتلمس بطنها وبتبقى زعلانة إن هي فقدت طفلها، وكلهم بيفرحوا لما بيلاقوا إقبال رجع. وأمه لما بتشوفه بتسأله على السبب اللي خلاه يرجع، فبيعرفها إن أخوه طرده، فبتحاول تواسيه وما تخليهوش يزعل منه. وأبوه لما بيعرف بيبقى متعصب لأنه متأكد إن السبب الرئيسي اللي خلاه يرجع هي دانيا. أما دانيا لما بتشوفه بتبقى مبسوطة، بيروحوا هما الاتنين يقعدوا في الأوضة. وأول ما بتشوف قبيل جاي من بعيد بيحصل لها انهيار عصبي وبتفضل تعيط. بنروح للسيدة مريم اللي بتقول دايما ان قابيل جه بالليل وقرر ان هو يفضل 2 أو 3 لانه بينفذ اوامر ابوه. وبنرجع تاني لدانيا وكلهم بيتجمعوا حواليها، فبتعرفهم ان هي عايزة ترجع البيت ومش عايزة تفضل في المكان ده. والسيدة صفية بتتصل على امها وبتقول لها ان هي جاية في الطريق علشان تاخدها، بس كلهم بيبقوا زعلانين ومش عايزينها تمشي لانهم بيتعودوا عليها وبيحبوها. بس بتخرج عشان تشم هوا وبيشوفها قابيل بيستخبى منها قبل ما تشوفه، بيبقى خايف ان الطفل يطلع ابنه. السيدة كاي بتبقى طردت جوزها من منصبه ومن الشركة تماما، وهو بيبقى قاعد مع جولي وبتقترح عليه ان هو يخطف السيدة كاي ويجبرها ان هي تنقل كل الاملاك اللي باسمها باسمه هو. فالمساعدين بتوعه بيتصلوا عليه وبيعرفوه ان زوجته طلعت بسرعة من الفندق، فبيتأكد ان هي رايحة لدانيا، بيأكد عليهم ان هم يمشوا وراها خطوة بخطوة. بنرجع تاني القبيل اللي بيتصل على روزي لانه بيبقى مفكرها
أخدت شعرة منه واديتها لشاكيلا علشان يثبتوا إن الطفل ابنه، فبتأكد له إن هي ما عملتش ده وبتقفل التليفون في وشه. فبيقرر إن هو يروح لدانيا ويحذرها إن هي ما تقولش لأي حد إن الطفل ده ابنه. والسيدة مريم بتروح لدانيا وبتفضل تترجاها إن هي ما تمشيش، وبتقولها إن إقبال رجع مخصوص عشانها، بس برضه بتبقى رافضة وعايزة ترجع لبيتها. بنشوف قابيل وهو رايح لأبوه الحقيقي وبيفضل يترجاه إن هو يسامحه، وطبعا بيبقى بيمثل بس بيستغل الفرصة دي وبيقرر إن هو يحفظه القرآن. وإقبال وعرفان بيشوفوه من بعيد وبيبقوا مبسوطين. وبعدها بيشوف دانيا وهي معاها شنطة هدومها، فبيروح يتصل على أمه وبيعرف منها إن هي راجعة لبيتها، فبيبقى زعلان ومش عايزها تمشي. كلهم بيتجمعوا علشان ياكلوا، وقابيل بيعرف من السيدة مريم إن أم دانيا جايباها للمكان ده علشان أبوها عايز يخلص من الطفل اللي في بطنها، فبيقرر إن هو يستغل النقطة دي ويعرف صفوان بمكان بنته. في الجهة التانية صفوان بيأمر المساعدين بتوعه إن هم يخلصوا على زوجته خديجة، فبيسمعوا كلامه وبيضربوا العربية بتاعتها. وفي نفس الوقت ده دانيا بتبقى رايحة تقابلها، فبيجي للسيدة صفية اتصال وبيعرفوها إن خديجة وكاي اتعرضوا لحادث وهما دلوقتي في المستشفى. ولما دانيا بتعرف بيغمى عليها من الصدمة، فقابيل بيبقى واقف وبيشيلها ويدخلها الأوضة. بعدها بيروح للمصلى وبيفضل يفكر فيها وبيبقى حاسس بالذنب اتجاهها. وفي نفس الوقت ده صفوان بيروح للمشرحة علشان يتعرف على جثة مراته، بس بيزعل لما بيلاقيها جثة خديجة وبتبقى مراته في غيبوبة. فبيقعد جنبها وبيقول لها ان هو مبسوط لان الدكتور قال له ان هي ممكن تتعرض للشلل، وانه مبسوط عشان يتخلص من خديجة. ولما الممرضة بتيجي بيمثل عليها ان هو زعلان ان زوجته في الحالة دي. دانيا بتبقى قاعدة وبتستغفر وبتدعي ربنا ان امها تبقى كويسة، لحد ما بيشوفها قابيل من بعيد ويروح لها على طول. بتزعق له اول ما بتشوفه لانه بيبقى صوتها عالي بيهديها علشان ما حدش يسمعها، وبيضحك عليها وبيقول لها ان هو جه المكان ده علشان يصالحها. ولانه غبي بيقول لها انه متأكد ان الطفل ده مش ابنه، بيحذرها من ان هي تقول لأي حد ان هو ابو الطفل، وبيأكد لها ان هي لو عملت كده هيفضحها وينشر كل صورها، فكانت هتضربه بس بيمسكها بكل قسوة وبيقول لها ان هي لو قالت اي حاجة هيدفنها هي والطفل مكانها. واول ما بيشوف اقبال هو وامه وابوه جايين من بعيد، بيمثل ان هو قاعد جنب دانيا ويواسيها بمشكلتها. بعدها بيروح يلعب مع البنات كرة سلة، وابو اقبال بيشوفه وبيزعق له وبيعرفه انه ما ينفعش يعمل كده لانه حرام، وبيحاول يفهمه ان التلامس حرام. وبياخده بيروحوا يصلوا ويقرأوا قرآن، وهو بيضحك عليهم وبيهرب وبيروح لدانيا وبيبقى عايز يكلمها بس هي بتبقى خايفة منه، فبتملي جيركن مية وبترميه عليه. فبياخد بعضه وبيروح لأوضة إقبال وبيقول له إن هو هينام في مكانه على سريره، وبيعصبه لما بيجيب له سيرة دانيا لأنه بيبقى حاسس إن هو معجب بيها وبيحبها. بنعرف إن السيدة كاي فاقت بعد غيبوبة دامت 5 أيام، والممرضين بيبقوا عايزين يتصلوا على جوزها بس بتفضل تترجاهم إن هما ما يتصلوش عليه، وبتبقى خايفة وبتترجى الدكتورة إن هي توديها عند بنتها. وتاني يوم الصبح إقبال بيقول لدانيا إن أمها فاقت، فبتبقى مبسوطة. وبنعرف إن الدكاترة رفضوا يخرجوها من المستشفى غير بعد 3 أيام. بعد ما إقبال بيمشي قابيل بيروح لها وبيفضل يضايقها بالكلام، فشهيرة بتبقى واقفة وشايفة كل حاجة وبتروح لها وبتزعق لها وبتعرفها إن هي ذكية لأنها عرفت توقع الآخرين في حبها، وبتفضل تضرب فيها. ورقيبة بيبقى معاها آلة حادة، ولأنها ما بتبقاش طايقاها بتروح لها وبتطعنها لأنها السبب في موت طفلها. وبيبقى الكل واقف ومصدوم من اللي عملته، وبيتجمعوا كلهم بالليل. وبنعرف إن شهيرة كويسة في المستشفى، أما رقيبة أخدوها للسجن. تاني يوم الصبح صفوان بيشوف جولي وهي مع حبيبها وبيعرف إن هي نصابة وكانت بتخدعه وبتضحك عليه. وفي الجهة التانية بنعرف إن السيدة كاي خرجت من المستشفى وبتبقى قاعدة مع بنتها مبسوطة، وبيجي لها اتصال من المساعد بتاعها وبتتفاجئ منه لما بتعرف إن جولي وحبيبها ماتوا، وبيعرفها إن هي رئيستها في الشغل فلازم ترجع على طول المدينة علشان تقدم إفادتها. فبتودع الكل وبتاخد بعضها وبتمشي. قابيل بيعرف إن أخوه بيحب دانيا فبيروح وراها المتجر وبيفضل يضايقها، وده بيزعل إقبال وبيخليه غيران. وتاني يوم إقبال بيفرح لما أبوه بيوافق على جوازه من دانيا وبياخد الخاتم وبيروح عشان يقدمه لها، بس بيتفاجئ لما بيسمعها هي وقابيل أخوه بيتخانقوا. ولما بيقرب من الأوضة بيتصدم لأنه بيعرف إن أخوه هو أبو الطفل، وبيسمع وهو بيضربها فبيدخله على طول وبيفضل يضرب فيه وبيقول له إن المفروض يعترف قدام الكل إن الطفل ابنه ويتحمل كمان مسؤوليته. بس فجأة دانيا بتتعب. قابيل بيقول لأخوه إن هو ما عندوش مانع إنه ياخد بقايا الطبق البايظ بتاعه، وبيبقى قصده على دانيا. وطبعا ده بيعصب إقبال وبيضربه أكتر لحد ما بيجي أبوهم وبيتخانق معاهم هما الاتنين. ودانيا
بتبقى بتتألم لأنها خلاص قربت تولد والكل بيبقى خايف عليها والإسعاف بتتأخر، فالسيدة صفية هي اللي بتولدها. وفي الجهة التانية قابيل بيقرر إن هو يسيب وادي صفية، بس وهو في الطريق بيعمل حادث ودانيا بتولد طفل، وقابيل بيموت وبيتصلوا على أبوه وبيعرفوه إن ابنه مات، فبيغمى عليه من الصدمة. وبالرغم إن قابيل كان بيعامل داليا وحش إلا إنها بتزعل عليه لما بتعرف إنه مات هي وإقبال. الشرطة بتقبض على صفوان بتهمة قتل جولي، وبيجي بعد مرور فترة وداليا بتاخد ابنها وأمها وبيروحوا يزوروا وادي صفية، والكل بيبقى لسه زعلان على موت قابيل. والسيدة صفية لما بتروح تشوف داليا بتقول لها إن هي قررت تفضل في الوادي ومش هتمشي منه نهائي. وبعدها كلهم بيروحوا علشان يغيروا جو، وإقبال بيعرض على داليا إنهم يروحوا سوا لفرح عميرة وشاكر. إقبال بياخدها لمكان بعيد وبيقدم لها خاتم عائشة وبيعرض عليها الجواز، وبيقول لها إن هو بيحبها بس بترفض وبتقول له إن هي بتحب ربنا أكتر لأن هو الوحيد اللي نور قلبها. بس نور وصوفيا بيزعقوا لها وبيجبروها إن هي توافق لأنهم عارفين كويس قوي إن هي بتحبه، وبياخدوا منه الخاتم وبيلبسوه لها. ولما بيمشوا بتقوله إن هي تتمنى إنه يكون أعظم أب لابنها، وبكده تكون وافقت على الجواز منه. وهنا بيخلص مسلسلنا على نهاية سعيدة. ودي كانت قصتنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان في أفلام أجدد وألذ معانا. وبس كده.